بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس سامح حجازي، مهندس لاندسكيب. وطبعا اتكلمنا وعرفتكم بنفسي قبل كده، وإن شاء الله يا رب ربنا يعود عليكم الأيام بخير وشهر مبارك عليكم جميعا يا رب، وعلى أهليكم كلكم وأسركم كلكم جميعا. وإن شاء الله أتمنى من الكل إن شاء الله بأمر الله إن دي المحاضرة الختامية، ويكون ختمه مسك، يعني زي ما بنقول. ان شاء الله ربنا يا رب يكرمنا كلنا ونطلع باكبر قدر من الاستفاده. انا مش هقول لك ان انت ان شاء الله هتلم كامل، يعني هتلم جميع المعلومات كلها في كورس واحد او في لاندسكيب يعني اللي احنا عملناه. ان شاء الله انت محتاج اكتر، فباذن الله يكون لنا فرصه تانية باذن الله. بس دي هتكون محاضره ختاميه هنراجع فيها كل يعني اغلبيه الحاجات اللي خدناها قديمه اخر شيء، ومنهجيه التصميم اللي خدناها في المحاضره اللي فاتت. وكمان نزلنا لكم معانا كتاب كامل داتا، يعني بيكون عندك داتا كامله موجوده. اولا ده الكورس اللي احنا اشتغلنا عليه، ماشي. ده الكورس اللي احنا اشتغلنا عليه كامل مع بعض، بنعيد مراجعات خفيفة عشان إذا كان في امتحان. احنا مش هدفنا هو الامتحان، هدفنا الاستفادة الأكبر من إنك أنت تكون قدرت تجمع أكبر قدر من المعلومات. أنا بعرض لك عرض سريع عشان لو حبيت تراجع أو تاخد سكرين يكون عندك واضح كل المعلومات، تمام. وهقول لكم فيها برضه في جزء مهم جدا، ده قبل ما نخلص أي دورة تدريبية لازم تكون ملم بيه، لأن هو ده اللي بتستفيد بيه أكتر في الحياة العملية. مش كل الشركات تشتغل كلها تنفيذ، بالعكس في شركات بتشتغل صيانة بس، فده لازم نهتم بالجزء ده جدا، مفيد ومهم لكم. من ضمن الداتا كمان اللي أنا جمعت لكم الداتا، بيكون عندك هنا كتاب اسمه كتاب فن تصميم وتنسيق الحدائق، بيكون عندك فيه كل المعلومات. هنا جمعت لك محتوى الكتاب كامل. الكتاب ده عبارة عن 4 أجزاء، ماشي. ده محتوى الكتاب اهو موجود عندك، ان شاء الله هيظهر سريع. اوكي، ده محتوى الكتاب، يعني في نبذة عن الكتاب ونظم التخطيط. الكتاب ده مش مطلوب منك ان انت تمتحن منه او شيء، دي ثقافة عامة ليك انك انت يكون عندك ملم، عندك مرجع تقدر ترجع فيه لنفس الكلام اللي احنا قلناه، بس اللي احنا قلناه باختصار يعني لكل شيء. يعني جمعنا بمعنى صح ايه الفايدة في كل حاجة، وحطينا الفوائد بس الحاجات العملية عشان يكون في عندك فرق بين الدراسة وبين العملي، زي ما اتفقنا، بين الحياة العملية والحياة اللي هي حياة الدراسة طبعا. اوكي، بنرجع هنا تاني. الكتاب ده انا قلت لكم ان هو اكبر، يعني من 4 اجزاء. في الجزء الاول احنا مش هنقرا الكتاب كده، انت تقراه مع نفسك، كل واحد هيقرا الكتاب مع نفسه وبراحتك، وتاخد وقتك في كل جزء. اوكي، اسمه فن تصميم وتنسيق الحدائق، ده طبعا من وزارة الزراعة في مصر. يعني انا حبيت اجيب لكم حاجة من الموجود في مصر على السن، يعني سوق العمل الموجود عندك، يكون انت ملم بايه اللي موجود فيه، وطبعا موجود فيه المراجع وموجود فيه كل شيء. باذن الله تستفيدوا منه، من ال3 اجزاء او ال4 اجزاء اللي هيكونوا معاكم كاملين. في حاجات وفي مراجع اجنبيه وكل شيء موجود فيه بالترتيب وكل شيء. الجزء الثاني موجود معايا اهو. الكتاب نازل PDF، تمام. يعني بيكون عندك بصياغه PDF، تقدر تفتحه عندك من التليفون عادي، يعني تقدر تحتفظ بيه على تليفونك، تراجع في اي وقت. لو رايح مقابله تقدر تفتح قبل ما تدخل وتشوف كم معلومه مفيده، بس تعمل عليها هايلايت كده وتشيك وتقول فين المهم والتخطيط فين والاماكن، يعني انت مع نفسك. اوكي، فهنختصر الموضوع. الكتاب ده هنحطه في المادة العلمية من ضمن الداتا، بالإضافة للداتا اللي احنا شغالين عليها. هنا برضو ممكن أبعتها لكم برضو، مفيش مشاكل، بس أعتقد إن كل الناس يعني موجود عندهم، فبإذن الله بتكون موجود. دي أنا عاملها بإيدي، دي يعني موجودة، يعني من خلاصة
الخبرة أنا كاتبها من عندي، مش من الكتاب، بطريقة تانية. تمام. فبإذن الله النهاردة الكورس بيكون الدورة النهائية، يعني عفوا، يعني المحاضرة النهائية زي ما اتفقنا هنراجع كل اللي خدناه مراجعة سريعة، ونبدأ من آخر محاضرة احنا كنا واقفين عندها. احنا وقفنا في المحاضرة الأخيرة عن آخر شيء وقفنا عنده، اللي هي منهجية التصميم والمعايير التي تؤثر في تصميم اللاندسكيب. النهاردة المفروض بنتكلم عن الصيانة فقط، بس أنا هراجع لك الجزء بتاع منهجية التصميم ده لأنه مهم جدا. هو يعتبر أهم خلاصة للمواضيع اللي احنا شرحناها كلها، بيشرح كل ده بس باختصار. عايزين مراجعة سريعة على اللي فات، سريع كده. ممكن نقول من بداية تعريف اللاندسكيب، لأن ده هيجي لك في الأسئلة برضو إن شاء الله. هتكتب عنه أي حاجة وغير المحدد يعني. أول حاجة اتفقنا في تعريف اللاندسكيب إن هو يعني أهم شيء فيه الاستغلال الأمثل للأماكن أو الفراغات الخارجية. واتفقنا ان مهندس اللاندسكيب بيهتم بكل العناصر الخارجيه، يعني ايه؟ اي مكان في المناطق الخارجيه بنسبه 100% دي ضمن شغل مهندس اللاندسكيب. اوكي. وعرفنا ان هو في فن، بيعتبر فن وبيعتبر علم، لانه بيهتم بالتذوق وبيهتم بالذوق واختيار الالوان والتنسيق، لانه هو اسمه تصميم وتنسيق الحدائق، علم وفن تصميم وتنسيق الحدائق. وبيعتبر علم لانه طبعا بيهتم بكل حاجه، يعني لها قواعد ولها اسس عشان تقدر تنفذ العلم ده. ده التعريف المعتاد يعني. لكن التعريف الاساسي اللي انت بتشتغل بيه اللي هو ايه؟ توظيف العناصر، توظيف واستخدام الامثل للاماكن الخارجيه بطريقه يعني مميزه. ازاي تحط مكان دي كل شيء زي ما شرحنا في البدايه كله يكون منسق وكده. واتفقنا انه بينقسم الى قسمين، منهم الهارد سكيب والسوفت سكيب. وقلنا ان الهارد سكيب دي مراجعه، خلي بالكم انا عارف ان الناس الحمد لله يعني يعتبر بتحفظ الاشياء دي. السوفت سكيب ده الجزء الخاص بالجزء الزراعي، اللي هي الاشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء والزهور والاسيجه النباتيه، بالاضافه الى مغطيات التربه وشبكات الري بالتنقيط والري بالرش، واي حاجه موجوده في حتى البوت اللي هي الصيصات اللي بتكون موجوده معايا دي ضمن السوفت سكيب. الهارد سكيب ده بيشمل اي شيء بناء، يعني حاجات غير حيه دي موجوده زي الباربيكيو، الشلالات، النوافير، حتى حمامات السباحه والاناره، اعمده الاناره، الارصفه، الارضيات الموجوده اللي هي ممرات المشاة، اي حاجه موجوده دي بتعتبر ضمن السوفت سكيب. المراجعه هتكون سريعه شويه. وقلنا في المقدمه بتاعه تصميم اللاندسكيب اللي هي دراسه الموقع وفهم احتياجات العميل ومقابله العميل عشان تقدر تحدد المفهوم المفهوم التقريبي بينك وبينه، وتقرب تقرب الافكار، يعني ازاي اقرب الفكره بيني وبين العميل. تمام. حاجه تانية مهمه جدا، تقييم الوضع الحالي للموقع ومبادئ الرسم الاساسي اللي احنا اتفقنا عليه. وقلنا دي مهمه جدا ولازم تحطها في اعتبارك. النقاط من ضمن النقاط الهامه في اللاندسكيب اساسيات تصميم اللاندسكيب قبل ما تشتغل على اي برنامج رسم، او حتى لو فوتوشوب او اوتوكاد لازم تكون عارف المساحه. انا مش هقدر ارسم حاجه غير لما اكون عارف دي كام في كام. حتى لو مسبح، حمام سباحه، حوض سباحه كامل عايز ارسمه لازم اكون عارف كام طول، كام عرض، كام عمق. في اي مواصفات تانية بتضيفها. اول حاجه رفع المساحه الخاصه باللاندسكيب، بسيب مساحه البناء واي مساحه خارجيه هي دي مساحه اللاندسكيب. تخطيط المساحه، وبتشوف جميع البيانات والمساحات والحركه والاضاءه وتوزيع العناصر كلها. العناصر الرئيسيه في التصميم واضافه الاشجار والنباتات لتحقيق اهداف اللي انت المطلوبه منها في التصميم المحدده. يعني ممكن يكون هدف التصميم ده ايه، يعني الهدف منه. واتفقنا ان يكون عندي درايه بالماتيريال الهارد
هارد لاندسكيب ماتيريالز زي الجرافيل والصخور واي حاجه انا هستخدمها، جميع انواع الممرات الحجريه، الامور دي كلها لازم يكون عندي منها سامبل واقدر اشوفها عينيه واقدر احددها، عشان لما احطها في التصميم اكون شايفها على الواقع وشايفها في التصميم. في اي شيء تاني، حواجز دي زي الحواجز بتكون في نوعين من الحواجز، في حواجز بين النباتات والارضيات الصلبه، وفي حواجز بين النباتات وبين الصخور، وفي حواجز تانية زي اللي هي اسوار نباتيه بتعتبر من ضمن الحواجز. قوانين البناء والعلاقه بالتصميم، يعني التصاريح والامور دي كلها، ودي كانت في المحاضره الاخيره. التصميم النهائي للحديقه بتكون شايف الشكل هيكون ازاي. ادوات تصميم اللاندسكيب، ودي اللي هي استخدام العروض التقديميه لمساعده العملاء والمقاولين على فهم التصميم. دي خلي بالك، يعني مش هتشوف التقسيمات ديت بنفس الترتيب مع اي حد، لان انا الترتيب اللي انا برتبه ده بناء عن شغل عملي ومناقصات وخبرات من شركه لشركه ومن مكان لمكان، فانت هو نفس الترتيب اللي هتشتغل فيه، بس اختلاف طريقة العمل أو طريقة الإدارة اللي أنت تشتغل معاها، لكن الأساس هو ده الأساس. العروض التقديمية دي يعني أنت بتقرب المسافات بينك وبين العميل، تقدر تقدم له زي عرض 3D. ممكن ناس تقدر تقنعه بصور، تقنعه بسمبلات ووافق عليها، دي هتكون هنا دي هنا حسب التوزيع. بس من ضمن العروض التقديميه للمقاولين والعملاء، افضل حاجه انك تقدم له عرض يكون 3D ازاي هتكون المكان ده فيما بعد. الجرافيكس وادوات اخرى طبعا مستخدمه بتساعد في تصميم اللاندسكيب، دي معروف. انت بيكون عندك كده انشاء وصيانه دفاتر الملاحظات الخاصه بيك، بكاتب بياناتك من بدايه رفع المساحه من البدايه، ان وانا عند معاينة الموقع كتبت كل الملاحظات في أراضي مرتفعة، في مناطق منخفضة، في ملاحظات، أنت كل ده بتكون حاطه في الهامش عشان تقدر تشتغل عليه. مفاهيم وطرق تحديد البيانات من خلال تطبيق مبادئ التصميم المستخدمة. الخطوات العملية لتصميم اللاندسكيب، الخطوات دي طبعا بتكون الخطوط واستخداماتها في التصميم، الرموز في تصميم المناظر الطبيعية، الرسم المستوى الأرضي، عناصر خطة الرسم النهائي، رسم مخطط، يعني الرسم مخطط رئيسي باستخدام العلامات والوصف والرموز والعناصر اللي انت كل حاجة انت استخدمتها في الرموز دي، حتى لو كانت نفس الرموز اللي كانت موجودة على الأوتوكاد. الشكل ده بيرمز للنخيل، الشكل ده بيرمز للأشجار، العلامة النقطة دي البيضاء أو الحمراء أو الألوان أنت اللي بتتحكم فيها وأنت اللي بتحط الرموز. إيه هي بقى عند إنهاء التصميم وإدارة الأعمال المتصلة به؟ قبل ما أنهي التصميم بتاعي بيكون عندي إضافة الألوان للتصميم، الرسومات الموجودة عندك على الحاسب أو الصور اللي أنت بتستخدمها بتاخد منها في السكتش وتعرضها. بدء مرحلة التنفيذ وفقا للمخطط، يعني انت بتشوف اولويات المراحل، توزيع المراحل، لازم تكون عندك جدول وكل مرحلة فيها تاخد مدة قد ايه وكده، دي يعني تخطيط اداري. التخطيط ده بيكون معمول له تنسيق ومرتب على حسب ايه الجدول والمساحات والمخطط الموجود عندي، كام في كام. ما اقدرش اقول مثلا قطعه 2000 متر تتعمل في يوم او في يومين او كده، غير لما اكون عارف ايه المرحله اللي هي هتتعمل فيها، مرحله ازاله ولا مرحله اضافه رمل ولا زراعه ولا فيها حفر، فيها حفريات ولا فيها انشاءات، كل ده انت اللي بتحدده. تمام. الحد الادنى من المعدات اللازمه، اتحدد كل المعدات، اذا كانت فيلا ولا كانت ملعب كره قدم ولا حديقه عامه ولا حديقه خاصه، يعني بتحدد. اعداد العروض الفنيه طبعا والماليه والمناقصات للمشروع اللاندسكيب، بنختص بيها ان انت يكون عندك عارف العرض التسعير، يعني هتقدر تسعر الحاجات دي ازاي، بتعرف سعر كل حاجة وتكلفتها، لان ده بيتوقف عليه الربحية فيما بعد، واللي هي كيف تحافظ على ربحية اعمالك في تصميم اللاندسكيب. تمام.
الجزء المهم اللي هنتكلم فيه كامل بس في نهاية المحاضرة عشان تكون المحاضرة شاملة من كله، هنتكلم في تشغيل وصيانة أعمال اللاندسكيب بالتفصيل. خلينا أحكي لكم عنها بالتفصيل بعد إنهاء مراجعة المحاضرة الأولى اللي كانت آخر محاضرة معانا إن شاء الله. تمام. معايا هنا كمان إعداد بقى آخر حاجة خدناها، قلنا في المعايير التي تؤثر في تصميم اللاندسكيب. ايه هي المعايير اللي بتأثر في تصميم اللاندسكيب واشتغلنا عليها، وقلنا رقم 1 منهجية التصميم. ايه المقصود بمنهجية التصميم وايه المقصود منها؟ اول حاجة قلنا رقم 1 في منهجية تصميم اللاندسكيب، اول حاجة تحديد اسم المشروع. انا بذكركم بالمحاضرة الاخيرة، تمام؟ تحديد اسم المشروع دي لازم تحط تحتها الحاجات اللي هنقولها دي، العناصر دي والعوامل التي تؤثر في تصميم اللاندسكيب، اهم من الكتاب ال4 اجزاء ده، لانك انت من غيرها مش